بيبدأ فيلمنا في مطار كندا، وبنشوف وقتها أب اسمه إليوت واخد بنته اللي اسمها ريدلي ومسافرين، وده لأن الأب كان رايح يتمم صفقة في شغله في مدينة تانية. وبالنسبة لبنته ريدلي كانت بنت وحيدة ما عندهاش أصحاب كتير، وكانت مشكلتها إن في وشها حبوب كتير، ودي حاجة كانت بتضايقها جدا. وبعدها بشوية الطيارة وصلت للمدينة اللي هم رايحينها. إليوت في الوقت ده ركب هو وبنته العربية واتحركوا بسرعة لأنه كان متأخر على ميعاده. لما كانوا ماشيين في الطريق إليوت بيشكر بنته إن هي جت معاه، وكمان نصحها ان هي تبطل تلعب في الحبوب اللي في وشها، وعرفها ان هي هتروح لوحدها لان دي حبوب طبيعيه في سن المراهقه. فريدلي سمعت الكلام وهدت شويه، وبنعرف وقتها ان مامتها ماتت من فتره، ولان ريدلي ما كانش ليها اصحاب بتحب تقعد لوحدها، فكانت بتروح الشغل مع باباها علشان تتسلى شويه. في الوقت ده الراجل اللي كان رايح له إليوت اتصل بيه وقعد يزعق لانه اتاخر على الميعاد. فإليوت قعد يعتذر له وبيفضل يقول له اعذار كتير، ولحسن الحظ شبكه التليفون كانت وحشه والخط قطع. فإليوت ساعتها بيحاول يجري اسرع علشان يوصل